تعالي بينا كده النهارده اقولك على معلومه مهمه قوي. لما تيجي تعملي اي مخبوزات وتكوني عايزه المخبوزات تطلع معاكي ناجحه جدا، بل بالعكس انجح من بتاعه الافران، في الاول كده وانت بتحطي مكونات السايله الاول قبل ما تحطي اي مكونات خالص، تعالي كده بعد ما تضيفي اللبن والسكر والخميره، تعالي عليهم كده معلقتين حلوين هرميه كده من الدقيق، وسيب الخليط ده مع بعضه كده حوالي ربع ساعه لحد ما يرتفع، وتتاكدي ان الخميره ما شاء الله عملت فقاقيع كده وان هي ناجحه. المعلقتين الدقيق اللي انت بتحطيهم دول مع معلقه الخل اللي تحطيها بعد كده، دولت بيخلوا مسام الخبز معاكي من جوه ما شاء الله كأنه انجح كده من بتاع الافران وجميله جدا، وبتخلي العجينه معاكي بالمكونات دي تنجح لمعظم المخبوزات. وحتى لو هتعملي بيها عيش فينو بيطلع معاكي كده شاين نفسه كده متماسك، مش طري قوي معاكي ما شاء الله. جربي العجينه بالمكونات دي كده وهتشوفي الفرق، هتدعيلي والله. انت رايح فين؟ هستحلفك بالله لو بتحب النبي صل عليه، واوعى تسحب الشاشة الا ما تصلي عليه.